ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشكي الحمى وقد عصبت رأسها. قال: ما شأنك؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تأكل ذنوب بني آدم أو خطايا بني آدم كما تأكل النار الحطب. وشاف له رجل متشائم مريض كبير في السن، قال: لا بأس إن شاء الله، أو طهور إن شاء الله. فقال ذلك الرجل: طهور؟ بل الحمى تفور تقود الرجل الكبير إلى القبور، يعني يموت. فقال النبي: إذن كما تريد. فما لبث أن مات الرجل. تفاءلوا يا جماعة، إن حدثوك عن أمر مخيف فحدثهم عن رب لطيف. العرب كانت تتفاءل، تسمي اللذيذ سليما والكثير جبيرا. تفاءلوا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول الإمام الشافعي: لم أرى أنفع ولا أنجح للأوباء من كثرة التسبيح. فسبحان الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.